السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقة خاصة. اليوم جبت لكم وصفة بزاف بنينة وكامل يحبوها، تقريبا كامل يحبوها، كي الكبار كي الصغار، خفيفة وبنينة وتوالم في هذا الصيف. هذه الوصفة عبارة عن تاكوس، راح نديروه شوية كبير اكس ال، ورايحين نديروه بزوج انواع نتاع اللحوم، نديروه بالزر تاع الدجاج ونديروه باللحم المفروم. قبل ما ندخل في الوصفة وكالعادة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا مع الوصفة. بسم الله. أول حاجة خديت هنا الزر تاع الدجاج، قطعته قطع صغيرة كما راك تشوفوا، قطعوه قطع صغيرة بيان سور بعد ما غسلناه بالخل والملح وكامل. خديت مقله، درت ملعقة كبيرة نتاع الزبدة، بعد ما دابت الزبدة راح ندير أو مارغرين، وهنا راح نضيف ملعقتين كبار نتاع الزيت نباتي، ومن بعد ما تسخن الزيت راح نضيفو هذاك الزر تاع الدجاج، يعني اللحم تاع الزر تاع الدجاج كما تشوفوا، نقليوه كما تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد راح نضيف هنايا بصله، انا استعملت بصله متوسطه لكن ما درتهاش كامل، خليت واحد شويه في جهه اخرى باش نضيفها للحم، ما حطيتهاش كامل هنايا. نقطعوا البصله ثاني قطع صغيره، ومن بعد راح نضيف هنايا من 3 سنات الى 4 سنات نتاع الثوم، يعني فصوص 3 فصوص نتاع الثوم او 4 يكونوا متوسطين هذوك الفصوص. هنا اضفت الملح واضفت الفلفل الاسود، الملح على حسب الذوق، الفلفل الاسود ديروا غير شويه شويه، درت الكركم، درت فلفل حار حمر يعني مدروس، درت هنا شويه الاعشاب، درت زعتره ودرت اكليل الجبل، كاع درت شويه شويه شويه، يعني هادو كامل راح نكتبهم لكم في صندوق الوصف. نبقاو نقلبوا كامل هكذا، ومن بعد راح نضيف شويه نتاع الزنجبيل، ونضيف ملعقه صغيره نتاع التابل تاع شاورما كيما راك تشوفوا. هنايا تقدروا في التوابل تزيدوا او تنقصوا او ديروا اي تابل تحبون نتوما. نبقاو نقلبوا كامل هكذا حتى يتشرب كامل هذيك المرقه، نخلوها بجيه. من بعد راح دوكا نديروا اللحم المفروم. هنايا اللحم هدايا ديروا الكميه على حسب الافراد، ديروا شحال حبيتوا. هنايا حطيته قبل في المقله باش يشرب لي كامل هذاك الماء تاعو، باسكو خرجته من المجمد. بعد ما شرب لي هذاك الماء هنا اضفت ملعقه كبيره نتاع الزبده، لكن ماهيش يعني معمر، يعني هذيك الملعقه ماهيش معمره مليح، ونقعدوا نقلبوا هكذا. ومن بعد راح نضيف البصل اللي قلت لكم اللي كنت خليت شويه من هذاك البصله المتوسطه، اضفته للحم المفروم. ضفت هنايا الملح على حسب الذوق، نضيف شويه فلفل احمر مدروس، شويه زنجبيل وشويه فلفل اسود، ونديروا الاعشاب المنسمه، زعتره، اكليل الجبل، هنا انتوما وما تحبوا، هنا كيما تحبوا انتوما. قلت لكم بالنسبه للتوابل كامل نكتبه لكم في صندوق الوصف. نبقاو نقلبوا كامل حتى يتشرب كامل هذاك المرقه ونحطوه بجيه. نروحوا لهنا الصوص او صلصه نتاع الجبن. خديت هنا الكريمه السائله الخاصه بالطبخ حوالي 400 غرام، خليتها تسخن، ومن بعد راح نضيف هنا الجبن المبشور، شيدر او اي نوع نتاع الجبن عندكم، يعني هنايا الجبن نتوما وما تحبوا والكميه اللي حبيتوها. ومن بعد نخلوه هذا يذوب هذاك الجبن مع هذيك الكريمه السائله. نضيف هنايا شويه فلفل اسود، شويه زعتره، هنا كما قلت لكم الاعشاب كما تحبوها نتوما كما راك تشوفوا. نخلطوا كامل هكذا. هنا الجبن تقدروا ديروا ماشي غير نوع واحد، تقدروا تكثروا ديروا بزاف الانواع، يعني نتوما كما تحبوا. ومن بعد راح نضيف المايونيز، ثاني المايونيز تقدروا ديروا 4 ملاعق، 5 ملاعق، 6 ملاعق، قلت لكم المهم هنايا خلط، يعني الكميه كما تحبوا نتوما، ما كاش يعني كميه محدده، المهم تتحصلوا على هذا القوام يكون شويه ثقيل، ما يجيش بعدا كامل مايع كما راك تشوفوا. ومن بعد نطفي يعني على الفرن ونخلوه بجيه. بالنسبه للبطاطا ثاني كنوجدوا البطاطا تاعنا، بعد ما تسخن الزيت نديروا البطاطا مقليه، يعني نقلوها بهذه الطريقه. ما حبيتش انا نزيد نقطعها قدامكم كامل، راح يطول الفيديو كيما راك تشوفوا. بعد ما طيب ثاني نحوها، نديروا لها الورق الماس باش كامل يمتص لنا هذاك الزيت، ونحطوها بجيه كيما راك تشوفوا بهذه الطريقه، يعني حاجه سهله ماهله كما نقولوا. ودوك نبداو نحضروا
الطاكوس تاعنا. درت انايا زوج خبيزات نتاع هذيك الخبز نتاع خاص بالطاكوس، تورتيلا ولا تورتيا كل واحد شي يسميها. انا راح ندير دو صوص، يعني درت انايا صوص الجيريان، صلصه الجيريان، ودرت تانيك الصلصه نتاع خاصه بالباربيكيو، يعني الذوق نتاع الباربيكيو تاع الشواء ولا ما نعرف كيفاش يسموها هنا. الصلصات كيما تحبوا نتوما. ومن بعد راح ندير شويه اللحم المفروم هنايا كما راكم تشوفوا، وندير هذاك الدجاج تانيك اللي طيبناه، نقربهم شويه هكذا، يعني الصوره غنيه عن التعريف، يعني بلا ما نقدر يعني نقول لكم راكم تشوفوا احسن، ولكن ما يمنعش اني نزيد نشرح. شوفوا هنا درت هذوك المربعات اللي نديروهم لي ساندويتش، زدت درت هنايا باش يعني تجينا حاجه طوب، تجينا يعني حاجه شابه. درت هنا الجبن المبشور، درت البطاطا اللي قليناها كما راكم تشوفوا، نستف كامل البطاطا. ومن بعد راح ندير لها هذيك صلصه الجبن او صوص فروماج هذيك اللي درناها، يعني راح تجينا يعني ذوق واش نقول لكم ولا اروع. ومن بعد رايحين نقلب هكذايا، ويعني نغلق الحبه كما راكم تشوفوا، يعني هذه الحبه جات كبيره ما شاء الله كما قلت لكم اكس ال، وكاين حتى اكس اكس ال، حنايا نكتفوا بالاكس ال كما راكم تشوفوا. نغلقها كامل هكذا بهذه الطريقه، قلت لكم هادو جاو كبار. ومن بعد راح ندير لكم هادو ما راح يدخلوا للفرن، بعد تشوفوا الطريقه. هنا راح ندير زوج واحد اخرين، ولكن هادو ما حنديروهم في هذيك الماشينه يعني تاع البانيني هذيك، يعني هادو راح يجوا صغار. هنا هذيك الصلصه كامل اللي بقات لي راني نمسح فيها هنايا، سي بور سا تشوفوا هنايا مخلطين هذيك الصوص تاع الجبن وهذاك الماء والصوص تاع الجيريان وهذيك الصوص، خلطت انايا مع الجبن اللي بقى لي كامل درته هنا. شوفوا هنايا كيفاش تمسحوا الخبزه تاعكم كيما تحبوا نتوما، كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا قلت لكم الصلصه ديروا اللي حبيتوا. هذا واش بقى لي راني ندير فيه هنايا، درت شويه اللحم وشويه نتاع الدجاج كيما راكم تشوفوا، وهذيك لاصوص الجيريان خلطت لها شويه فرماج يعني الجبن وحطيتها يعني مسحت بها الخبزات، ودرت شويه بطاطا من ومن، وزيد درت يعني شويه نتاع الجبن المبشور، ونزيد لها لاصوص كيما راكم تشوفوا. كيما تشوفوا. ومن بعد نغلقوا الحبات كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هادو ما راح يجونا صغار شويه، هايديك بهذه الطريقه. هادوما نجوزوهم في هذيك لاباراي نتاع البانيني، يعني نعطوا لها هذاك كيفاش نقولوا حنايا، نعطوا لها هذاك الاشكال هذيك تاع البانيني، وميم طون تجي يعني بزاف بنينه. وهدايا يعني الجبن هذا كامل اللي بقى لي راح نمسح به يعني على السطح نتاع الحبات نتاع الطاكوس تاعنا، وندير له الجبن الموتزاريلا والجبن المبشور، يعني اي حاجه تزيروها هنا. هذا قلت لكم فيه شويه خساره بس مي وشنو ما حاش نديروه كل يوم. هكذا الدراري نفرحوهم، يحبوا حاجه اللي فيها الجبن بزاف وكامل، ولكن ما راحش يكون كل يوم باسكو مكلف. كي ديروا الجبن هكذا كامل راح يكون مكلف. كيما راك تشوفوا تانيك نستف كامل هذوك المربعات نتاع الشيدار يعني اللي نديرهم في لي ساندويتش وندخلهم للفرن حتى يتحمروا. وهذوك الحبات الصغار اللي وجدناهم تاع الطاكوس نديرهم قلت لكم في الماشينه نتاع البانيني. شوفوا كيفاش تجي هكذاك مقرمشات شويه يعني، وتجينا يعني حمره تجي طيبه الله الله. نعود نقلب هكذا باش يعطينا هذاك الشكل المربع. هاي ليك بعد ما يعني تحمروا هذه هي النتيجه. وهاي ليك النتيجه بعد ما هذوك الحبات الكبار اللي خرجناهم من الفرن كيما راك تشوفوا. ودوك نقسم لكم الحبه وتشوفوا النتيجه كيما راك تشوفوا. اذا هذه هي النتيجه النهائيه كيما راك تشوفوا. ما بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه للفيديو. تهلاو في رواحتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونلتقي ان شاء الله في وصفات جديده بحول الله. سلام.